ما هو الناس انا عارف هتقول لي هو مالكش غير زيزو يا جماعه، ما هو مش الماتش لسه خلصان. هو مش الماتش لسه خلصان، بتفرج على الماتش صح؟ طب ماشي اعمل ايه طيب؟ يعني ما اتكلمش؟ لا هتكلم. ليه بقى؟ لان زيزو من اللعيبه الكويسه. هل زيزو، هقولها تاني، ده يا جماعه مستوى زيزو؟ ده مستوى زيزو؟ مش ممكن. ما هو ده لو مستوى زيزو مش ما يلعبش في الزمالك. يعني ده لو مستوى زيزو الحقيقي بالظهور بتاعه في الفتره الاخيره، مع احترامي، ما يلعبش في نادي الزمالك بالمستوى ده. لان زيزو من اللعيبه الكويسه، بس افاده نادي الزمالك في الفتره الاخيره مفيش. طب انا عايز اوصل حاجه لزيزو، لان انا عارف والله والله انا مستوى الشخص انا بحبه جدا، وعارف ان هو شخصيه محترمه، وعارف ان هو جميل، وعارف ان هو شخصيه طيبه وحبوب والناس بتحبه، وحاجه جميله بصراحه. دي ملهاش علاقه، دي على جنب. يا جماعه كل نجم على قد الشخصيه بتاعته، على قد نجوميته، على قد ما لازم ياخد النقد. وهو لا تاني، مفيش لاعب فوق النقد. ياما نجوم واساطير، نجوم كبار على مدار تاريخ الكره المصريه، في اهلي وزمالك في كل الانديه انتقدوهم. الكوره ملهاش علاقه بالنقد، ولا ليها علاقه بالحب وانا بحب ده، ولا علاقتي معاه بحب دوت، ولا علاقتي معاه كويسه وبحترمه. دي حاجه ودي حاجه. زيزو لازم يشتغل على نفسه اكتر. زيزو وصل لمرحله من كتر، يعني هقولها باللغه كده بتاعت الكوره، يعني من كتر ما قعد يبقى في نفخ اعلامي على زيزو، ابتدى المستوى بتاعه، الكيرف بتاعه يقع، ابتدى المستوى بتاعه ينزل. لان انا قلتها قبل كده، انا دلوقتي كابراهيم سعيد لما الاقي نفسي ان انا وحش والناس عماله تنجم فيا، طب انا هتعب نفسي ليه؟ ما انا عندي ناس بتقول ان انا احسن لاعب في مصر، عندي ناس بتقول احسن لاعب في افريقيا. طب انا ايه اللي هيخليني ان انا اشتغل على نفسي واشوف ايه السلبيات اللي عندي، وايه ايه اللي مخليني ان انا مش كويس؟ خلاص، ما انا عندي ناس بتدافع عني. الوحيد اللي بيتكلم عليه والله العظيم لمصلحته ان هو يشتغل على نفسه، لان لازم يحس، لازم الناس اللي قريبه منه يقولوا له يا زيزو انت مش في مستواك. لازم حتى جمهور الزمالك يقول له ان انت مش في مستواك، مش ده مستواك اللي احنا عارفينه. اللي بيحب زيزو يقول له ان هو مش في مستواه. اي حد هيقول له غير كده هو بيغرقه. انا اهلاوي يا ابراهيم يا سعيد، وبقول لك ان طرحك ده غلط، وبقول لك ان وجهة نظرك ديت غلط. مش ممكن ومش معقول ومستحيل نقيمه لاعب زي زيزو من مباراة واحدة، من اول مباراة في الدوري ضد البنك الاهلي. حاجة مش معقولة. كمان ما ننسوش ان زيزو اخر 5 سنين كان واحد من افضل لاعيبه الدوري المصري، ان لم يكن افضل لاعب في الدوري المصري. دي حقيقه وانا اهلاوي وبقولها. ممكن نختلفوا مع اداء زيزو لما بيكون مع منتخب مصر واداؤه مع نادي الزمالك، انما مع نادي الزمالك ما نقدروش نقولوا ان زيزو منفوق، ما نقدروش نقولوا ان زيزو ما جاش. ماشي، لعب مباراه سيئه وده عادي. مستوى اللعيبه لها فترات صعود وفترات هبوط وده عادي. ممكن يكون مش في مستواه او في يومه او ما اداش ضد البنك الاهلي وده برضه عادي. انما ما ينفعش نقيمه زيزو على مباراه واحده. ما ينفعش نعمله موضوع على زيزو عشان مباراه واحده ما اداهاش كويس. لا لا، ده شيء مش معقول وشيء مش منطقي يا ابراهيم يا سعيد. تقييم اللاعب بيكون على فترات. وزيزو بكل امانه وانا اهلاوي مع الزمالك من الناس المؤثره جدا جدا جدا. اكتر لاعب بقول لك مؤثر في نادي الزمالك خلال ال5 سنوات الماضيه أو على مستوى الدوري المصري كله. بصراحه زيزو لاعب مجتهد، زيزو لاعب بيعمل اللي عليه في الدوري المصري. زيزو بيكون من افضل الاداء اللعيبه في الدوري المصري وفي نادي الزمالك، وهو اللي بيحسم لهم معظم المباريات، ومجهوده بيكون جبار في المباريات. فعشان لعب مباراه وحشه او ما كانش كويس من مباراه نطلعوا نقولوا بقى زيزو منفوخ اعلاميا، والاعلام اللي بيعمل فيه كده ومستواه هبط، ولو مستواه تنه بالشكل ده ما يستحقش يلعب في النادي الزمالك. بصراحه انا بختلف معاك شكلا وموضوعا رغم اني اهلاوي، ولكن في النهايه الكره كره وتقييم الكره كره. وزيزو في نادي الزمالك مؤثر جدا ومهم جدا وخطير جدا على اي حد. وحتى لو ما احرزش اهداف او ما جابش ضربات جزاء سواء صحيحه او غير صحيحه، ولكن
ولكن مجهوده بيكون جبار في نص الملعب. زيزو بيتحرك شمال وبيتحرك يمين ويرجع ويطلع وبيحرك الفرقة. لا، زيزو مع نادي الزمالك موضوع مختلف خالص عن المنتخب القومي. نتمنى التوفيق لكل اللعيبه، ولكن انا حبيت اوضح بس وجهه نظري كاهلاوي ان انت الفيديو ده ابراهيم يا سعيد اللي سمعناه مش في محله بصراحه. رجاء الاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس. شكرا.